السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السكر في الماء يذوب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمحي الذنوب. مع يوم جديد النهارده 2/9 ولا 3/9 محمد؟ 2/9. فربنا يجعله ان شاء الله يا رب موسم خير على الجميع. المية نزلت كتير، هنقلب الكاميرا ونشوفها. وطبعا كان في كام اسئله كانت الناس سالت عليهم وهنجاوب عليهم كلهم في تميم هوايتنا. احنا هننجز فيهم على قد ما نقدر عشان ما نعيدش الكلام تاني، عشان ما ناكلش وقتكم ونضيع الباقه بتاعت النت، لان برضه الدنيا كلها مع الناس ماشيه بتكح. النهارده جبنا الطعم، جبنا تمن طعم بدل نص طعم، جبنا تمن طعم، واملنا في ربنا كبير النهارده يسهر بقى ابو سنان ونظهر السمكه اللي احنا كلنا بندور عليها. احنا قاعدين في مكان في ركن فاروق في حلوان، مش في المشتل. طبعا المشتل بياخد رسوم وبتاع، وبصراحه ربنا غالي على الواحد ان ادفع 30 جنيه او 50 جنيه رسم دخول. سيبك بقى ان انا اخد سمك وما اخدش سمك، دي بتاعت ربنا في الاخر، لكن هي كتيره والارض كلها واحد، المشتل زي بره زي هنا، كله الرصيف كله واحد. نقلب الكاميرا ونشوف منظر ميه ونجاوب على الاسئله واحنا بنتكلم. الحاج محمد زي ما انتم شايفين برضو هو بيوضب الشاي، توته وعده الشاي وبتاع، ويظبط الشاي، وان شاء الله نبتدي هنشتغل من بعد اذان المغرب. طبعا كانت بعض الناس اتكلمت قالت ان الميه مش شرط الميه تخس عشان السمكه تاكل، هي بتيجي في الوقت ده في السنه دي، يعني من كل موسم في الوقت دوت وبتاكل. لا، خسيه الميه مهمه جدا. طب ليه خسيه الميه مهمه جدا؟ خسيه الميه لان السمكه يا جماعه بتيجي تمسك في الزياده، بتطلع على الجزر زي اللي قدامنا دي، بتركب الجزر، بتبقى في محميه طبيعيه من عند ربنا، وبتفضل قاعده عايشه فيها، لا صياد قارب بيطولها ولا صياد صناره بيطولها ولا حد بيطولها خالص. اول المايه ما بتخس السمكه بتعمل ايه يا عم محمد؟ تخش على طول على الحجر يا جماعه. علي صوتك شويه. السمكه بتخش الحجر بعد ما تنزل المايه شويه، بتسيب العفش وتنزل لك على الحجر. طب لو المايه فضلت زايده السمكه هتاكل؟ لا طبعا. جربنا كتير، هتبقى قليله جدا، مش هتبقى راعيه جامد قوي. الصياد اللي هو صياد قوي قوي ياخد له شريتين ثلاثه بالليل بالكتير قوي، لكن احنا دايما كنا بننزل كده ناخد شريتين وهو ياخد له شريتين وياخد له شريتين. المايه نازله باذن الله هنفرقوا على السمك ان شاء الله، ويكون سمك حلو ناخده على الملقاف باذن الله. ده بالنسبه لموضوع الزياده وموضوع الخسيه، لا ده مهم جدا نزول المايه. وطبعا ان احنا بنسرح في ميه ماشيه وندور عليها والسمكه ايه وانت وحظك بقى. مش شرط ان انا ممكن انزل ما اخدش سمك، دي حاجه كلها بتاعت ربنا، وممكن اخد سمك، كله ده رزق بتاع ربنا، ده اللي هنتكلم عليه. طب الناس الثانيه كانت بتسال تقول لك وانا جايب السمكه في السكه بتفرغ مني، بتكون جايه وعماله تلكم وتفرغ مني، وبالسنار بتاعي بقول لك 5 او سناره 4، سنار كويس وسناره حاميه وسناره كويسه وبتاع. حاجتين، يا انت ما بتصبرش ان السمكه تاخد الفله كويس، يا اما الغابه بتاعتك جبره شويه، فالسمكه طول ما هي بتلكم بتوسع مكانها، فبتيجي في مره وتفرغ. فيا شوف الغابه بتاعتك لو جبره غيرها غابه رقعه تكون غابه طريه. لو انت ما بتصبرش اصبر شويه، خلي السمكه تشرب الغماس كويس. ده بالنسبه للحاجات اللي الاخوات اتكلموا عليها وسالوا فيها. واتمنى يا رب لو في اي كومنت واي حد بيسال على حاجه على قد ما نقدر احنا هنرد عليكم وهنساعدكم. الموضوع كله يا جماعه مش موضوع ان انا بقول لك اشترك في القناه او مشاهده، لا والله العظيم احنا عايزين نعمل حاجه تعيش، لان احنا ايامنا قربت، يعني بنتكلم في 58 سنه والراجل عنده 67 سنه، يعني مش منتظرين غير جزاء يا رب، وان احنا نحسن حسن الخاتمه. حسن الخاتمه خيركم من تعلم العلم وعلمه. واحنا بنحاول نجتهد اللي احنا اتعلمناه في حياتنا بنحاول ننقله ليكم في صوره قريبه على قدر ما نمكن. والله محمد كان الاسبوع اللي فات الحاج محمد كان قاعد ناس جنبي منه هنا على نفس المكان ده، ساب الصيد وقعد يعلمهم، يا ابني اطعم كذا، يا ابني ارميها كذا، يا ابني مشيها كذا. فربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب وفي ميزان حسنات الجميع. ودايما وانت قاعد استغفر ربنا، الاستغفار بيزيد يجيب الرزق. دايما وانت قاعد اذكر الله، دايما وانت قاعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات دي والله بتجيب الرزق. تحياتي ليكم، اشوفكم بقى بالليل وهنشوف الطعميه ايه. النهارده احنا شغالين في صناره كمان ظهرت في السوق جميله قوي اسمها الاسد، الدياره بتاعتها ممتازه، هبقى اصورها لكم واوريها لكم. وبرده اللي حابب يجيبها جبناها ب 30 جنيه. احسن كتير، صناره ممتازه انا معايا في الشنطه، بس طبعا مش عايز اطول عليكم، نخليها في فيديو تاني افرجكم عليها. والعلبه بتاعتها ب 30 جنيه، يعني سيبك بقى من اللي يقول لك العلبه ب 150 جنيه وب 175 جنيه وبرندات. ناس بتبالغ واحنا فلوسنا قليله يا جماعه. احنا هنقضيها هنشتري عده ولا هنصطاد سمك؟
طعم بكذا وسنار بكذا، كلنا على الله. تحياتي ليكم، مش عايز اطول عليكم، ونشوفكم مع السمك ان شاء الله باذن الله. ادعوا لنا يكون النهار سهره جميله. كوبايتي يا محمد عشان نشرب فيها احنا الاثنين برضه. كوبايتي انا يا محمد. مش لاقيها والله نشرب فيها سوا انا وانت. نشرب فيها سوا. ماشي يا باشا. كوب انت بس كبرت وولع بقى. تاخد واحده. ادي يا جدعان منسوب الميه اهو يا جدعان، نسيت اقول لكم على منسوب الميه. المصطبه هي خلاص باقي عليها 20 سم وتبان. ادي بالنسبه للرصيف 20 سم. هات يا عم السيجاره اهي 20 سم. احنا قاعدين جنب بعضينا انا وعم محمد اهو. بص دايما نخلي الصياد بين الصياد والصياد 5 متر، 5 متر يعني 5 متر عشان تعرف تسرح مع بعض يا جماعه كويسين، يقعد ما بينه وما بينه 3 متر كويس. لكن نلزق في بعضينا كتفنا في كتف بعض دي لا، مش هتضايقوا بعضيكم. من 3 ل 5 من 3 ل 5 متر معقول قوي، يعني 5 متر بيننا وبين بعضينا، بحيث حد كمان لو حد جه يقعد بعد مني ب 5 متر يجي بعد مني يقعد ب 5 متر. سواقه فله. ولازم عينك بتصطاد قبل انت ما كمان تبقى شايف المايه كده تقول المايه دي تاكل. المايه دي ما بتاكلش، دي اللي هنتكلم عليه كتير في الايام اللي جايه ان شاء الله. ازاي تختار الدور، وازاي تقعد على الدور، ازاي تبقى ملك الدور. يعني انا عارف الغماز هينزل هنا، لا اقعد له فين عشان انا احبس عليه في الحته ديت. ودايما تدور على الحوشه وتمسك عليها، دور على الحوشه وترمي عليها. ما تخافش انك تقطع سنار، تقطع سنار، احنا جايبين السنار عشان نقطعه. السمكه بقى على الحوشه، مش اقطع وخلاص، لا اقطع بقلب جامد ان انا بجس الدور عشان يبقى فيه سمك. فمش هطول عليكم، انا بس قلت اوريكم منسوب المايه فين. الصلاه على النبي يا رجاله، اول استفتاح اهو قوم بالقاف اهو. طبعا انا مش اصيل عدم التصوير وهو طالع وترقيص اللبلوب، المهم ان احنا رقصنا اللبلوب اهو بالصلاه على النبي اهو. بلينا الملقاف اهو. طلع بقى العياشه بقى ونجيبها واستفتاح، وان شاء الله الكل يرزق باذن الله. الحاج ياسر والحاج محمد وكل الصحبه ان شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. براحتك خالص يا باشا، انا هشيل لك غابتي اهو. توعر صلاة النبي احسن. جايب لك الملقاف كمان، يلا استفتح انت كمان. يلا جاي لك بالملقاف اهو. صلاة النبي احسن. هذا الرجاله الفسفوره اهي. صلاة النبي احسن، اللهم صل على النبي يا حاج محمد. صلاة النبي احسن، اللهم صل على النبي. يلا خش يا باشا، يلا يا باشا خش. ملقافك اهو، امسك اهو على مهلك بس، والملقاف اهو. يلا يا باشا بالصلاه على النبي، استفتاحك نادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني للمصداقيه. الميه يعني فيها سمك، فيها شرايه مسنوده، لكن السمكه مموعه جامد قوي. الميه نزل كتير، يعني فوق المصطبه النهارده ب 20 سم، والميه كانت بتنزل واحنا قاعدين. دلوقتي الساعه 11 وانا لميت وقمت. فالمصداقيه سمكه واحده خدتها حته، شرايه واحده اللي خدتها اهيت، ومحمد خد شرايه، هي شرايه واحده هي اللي انا خدتها. في بقى حاجه ثانيه قلت لازم اقول لكم ليه، قلت لازم اكمل الفيديو عليها. السناره دوت اسمه سنار الاسد، طبعا شركه محترمه وانتم كلكم عارفينها. احنا اللي بينزل حاجه كويسه بنقف مع اي حد، وطبعا ما اقدرش ان انا اعز عليكم حاجه زي كده. السناره دي تحفه اهي على ايدي اهيت، سلكه رفيعه وحربه كويسه وحاميه جدا. واللون بتاعها اللي هو اللون المتلج، يعني لا هو عسلي ولا هو ابيض، اللون المتلج. فده مقاس 5، فمقاس 4 ما لقيتش لقيته خلص، لكن مقاس 5 برضو كويس. وادي برضو العلبه بتاعته اهيت. فلو حد يجيبها ب 38 جنيه. سيبكم بقى من موضوع ابو 100 و150 والكلام ده، لا اللي ينزل حاجه كويسه وسعر كويس احنا نشجعه ونقف معاه. ده بالنسبه للسناره دي ممتازه وجربت، يعني السمكه دي طالعه بيها. فلا حلوه، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، ونتمنى ان شاء الله كل يوم الميه تكون احسن من كده. احنا بنقول الامانه هي شرايه واحده اللي طلعت، والميه لو شايف الجو كاتم قوي مفيش هواء، لو في هواء انا كنت قعدت، لان الهواء مش هيشغل الميه، هينمش الميه، لكن الميه زيت خالص كانك بترمي في زيت. فطبعا صعب قوي ان السمكه تاكل في الجو ده. سيبنا ناس حبايبنا من اعضاء القناه قاعدين، 2 حاج ياسر وواحد تاني، وان شاء الله ربنا يرزقهم يا رب. ونشوفكم بكره ان شاء الله وفي فيديو تاني باذن الله.